إن أنت مش لوحدك، كلنا عدى علينا فترات تعب أو فترات مرض أو فترات ضغط نفسي أو تراكمات انشغال، أيام كنا بنجري فيها علشان نعدي اليوم وخلاص. وكل الأسباب دي ممكن توصل أي بيت لمرحلة من الإهمال والفوضى والكركبة، لدرجة إنك تقفي في نص البيت وتحسي إنك تايهة ومش عارفة تبدأي منين. وده مش فشل، ده إرهاق. بس من النهاردة مش هنجلد نفسنا ومش هنلوم نفسنا على اللي فات. من النهاردة هنبدأ بهدوء وبعقل، واحدة واحدة. مش هنعمل كل حاجة في يوم، ومش هنحمل نفسنا فوق طاقتنا، ولا هنضغط على نفسنا بمجهود مفاجئ يخلينا نكره الترتيب. احنا هنعالج كل حاجة وهنفهم مع بعض ازاي نرتب وننظف من غير ضغط، والأهم ازاي نخلي البيت ما يرجعش للفوضى دي تاني. مش حملة مؤقتة، لكن تغيير حقيقي يخلي بيتك مصدر راحة مش سبب تعب. وأول غلطة أغلبنا بيقع فيها إننا بنقرر نعمل حملة تنظيف شاملة للبيت كله مرة واحدة، نضغط على نفسنا ونشتغل بالساعات ونحاول نخلص كل حاجة في يوم أو يومين،